السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني نظام البكالوريا الصف الثاني الثانوي، ومنهج التاريخ الوطني. دي تالت حصة أو تالت فيديو. الفيديو الأول شرحنا معنى الدولة والنص أو المادة الأولى من الدستور المصري، وبعد كده حلينا احنا في فيديو تاني حلينا بعض الأسئلة اللي على الجزء اللي احنا شرحناه. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض الأركان الرئيسية للدولة. قلنا الدولة دي عبارة عن ترابيزة ليها 4 رجول، كذلك الدولة ليها 4 أركان. غياب أي ركن فيهم أو أي رجل بقى، لو احنا بنتكلم على الترابيزة هتقع. تمام. لابد أو لازم من توافر إيه؟ من توافر ال4 أركان أو ال4 رجول. ماشي كده يا جماعة؟ طيب، إيه هي أركان الدولة؟ تعالوا نبص مع بعض كده. أركان الدولة: الشعب اللي هو الناس يعني، تمام، اللي هو احنا. وبعدين الحيز الجغرافي، اللي هو المساحة اللي هيسكنها هذا الشعب. والسلطة اللي هتحكمه اللي هي الحكومة. تمام. والحكومة دي لازم تاخد قرارها من دماغها، ومن هنا بتيجي السيادة. تمام. طيب تعالوا نشوف او نتعرف مع بعض على كل ركن فيهم كده على حدة. اول ركن من اركان الدولة هو ركن الشعب، الناس. تمام كده. مفيش اي دولة من غير شعب تبقى دولة اشباح، ما ينفعش طبعا. لازم الشعب. طيب، مين هو الشعب؟ لما نيجي نعرف الشعب من الناحية القانونية والتاريخية والسياسية، تمام، منهج تقيل يا جماعة. الشعب هو جميع المواطنين المقيمين داخل حدود الدولة او خارجها. يبقى هنا مواطن سواء قاعد في الدولة او خارج الدولة. بس ايه اللي بيربطه بالدولة؟ الجنسية، ممن يحملون الجنسية المصرية. يبقى هنا امتى انا يطلق علي مواطن مصري؟ لو انا معايا الجنسية المصرية، سواء كنت قاعد في مصر او خارج مصر. يبقى هنا الاقامة في الداخل او الخارج ما هياش شرط ان انا ابقى مواطن مصري. يعني الاقامة سواء انا كنت في الداخل او في الخارج، انا طالما معايا جنسيه مصريه يبقى انا مواطن مصري وتطبق عليه القوانين المصريه. تمام. يبقى جميع المواطنين المقيمين داخل حدود الدوله او خارجها ممن يحملون الجنسيه المصريه. ده تعريف الشعب. تمام. طيب، استنتاج بقى من التعريف ده. بيقول لي الجنسيه هنا هي المعيار. طب ايه هي الجنسيه؟ هي رابطه قانونيه وسياسيه. تمام. رابطة يعني بتربط المواطن بالبلد بتاعته أو بالدولة بتاعته. يبقى رابطة قانونية وسياسية لا تسقط بالتنقل. يعني إيه لا تسقط بالتنقل؟ مش إحنا قلنا لو إحنا قاعدين بره البلد أو خارج البلد إحنا برضو مواطنين مصريين طالما إحنا معانا جنسية؟ أيوه. يبقى هنا الجنسية لا تسقط بالتنقل. مش عشان أنا رحت عشت في أمريكا يبقى تسقط عني الجنسية المصرية. لا، لا تسقط بالتنقل. تمام. يبقى المواطنون داخل أو خارج الحدود. تمام كده. هنا في علاقة قانونية عابرة للجغرافيا، بمعنى ان انا قاعد في امريكا بس انا مواطن مصري عشان معايا الجنسيه المصريه. مثال تطبيقي: مشاركه المصريين اللي قاعدين في الخارج في الانتخابات الرئاسيه والبرلمانيه داخل السفارات. يعني لما يبقى عندنا انتخابات احنا هنا، انتخابات برلمانيه مجلس الشعب يعني او مجلس او البرلمان، او انتخابات الرئاسه، تلاقي يقول لك بيحددوا ميعاد للتصويت خارج مصر. يعني الانتخابات بتاعه الرئاسه هتبدا خارج مصر امتى؟ طيب مين هم اللي هيروحوا يطلبوا اصواتهم او يصوتوا او يحطوا او يطلبوا اصواتهم في السنه دي؟ الجماعه اللي هم قاعدين في السفارات، المصريين المقيمين اللي هم شغالين في السفاره. تمام. او اي مصري مقيم في الخارج له الحق ان هو يروح يدلي بصوته طالما تنطبق عليه الشروط الادلاء بالايه؟ بالصوت او الترشح. تمام كده. يبقى هنا المصريين المقيمين بالخارج بيروحوا يطلب اصواتهم في الانتخابات، وده معناه ان هم مواطنين مصريين بينطبق عليهم الايه؟ القانون المصري. طيب، تفرض الدولة سيادتها عليهم. على مين؟ على الشعب. الدولة بتفرض سيادتها على الشعب حسب القانون. كله بيتحاكم أو بيطبق عليه القانون. خلاص كده؟ طيب، وكلما كان الشعب واعيا بحقوقه وواجباته كانت الدولة أقوى وأكثر تقدما. يبقى هنا في علاقة طردية بين إيه وإيه؟ بين وعي الشعب وبين تقدم الدولة وقوتها. كلما كان الشعب واعي كانت الدولة قوية. تمام. لان الدوله هو او هي الشعب. تمام كده. يعني الشعب هو اللي بيكون الدوله. ماشي يا جماعه. يبقى هنا في علاقه طرديه. استنتاج وتوضيح: بيقول لي وعي الشعب يقلل تكلفه حفظ الامن. ايوه، لما يبقى الشعب واعي مش هيخسرني انا كدوله، مش هيكلفني. ليه بقى؟ بصي او بصوا للعيال اللي هي بتكسر التخت بعد الامتحانات.
مفيش وعي. ده لو عنده وعي ما كانش يكسر الديسك اللي هو قاعد عليه او يتلف حاجه من الممتلكات العامه للدوله. هنا بيكلفني. يبقى هنا الوعي بيقلل تكلفه حفظ، لان انا هضطر اصنع التخته دي تاني انا كما كدوله. يبقى كلفني ولا لا؟ لانه ما عندوش وعي، لانه غبي. فاهم كده؟ يبقى وعي الشعب بيقلل تكلفه حفظ الامن ويسرع مجالات التنميه، لان الشعب الواعي كل واحد عارف حقوقه وواجباته، فبالتالي بيشتغل. كل واحد في المجال بتاعه والمكان بتاعه بينتج. فده هيسرع مجالات التنميه لان هو فاهم وشعب واعي. فده هيسرع مجالات التنميه، كل واحد بيأدي اللي عليه. تمام كده؟ الفلاح في حقله، المدرس في مدرسته، الصانع في مصنعه، كل واحد هيأدي اللي عليه، وبالتالي هيسرع مجالات التنميه. مثال تطبيقي: تصدي المواطنين للشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي. لانه هو شعب واعي، مواطن واعي. تمام. بعدم تداول معلومات مغلوطه. مش اي حاجه الاقيها انشرها وخلاص، خاصه لو كانت بتتعلق بالامن القومي. مش اي حاجه انشرها، ما ساعدش على نشر الشائعات. ابقى انسان كده واعي، ابقى مواطن واعي بحافظ على امن بلدي. طيب، لا يقتصر دور الشعب على الوجود العددي فقط. الشعب ما هوش مجرد عدد، مش رقم. هنا تحولنا من مجرد الكم الى الكيف بقى. ايه هو الكيف؟ اللي هي المشاركه الفعاله. ان الشعب ما هوش عدد وخلاص، لا، الشعب بيحسب بمدى مشاركته الفعاله في بناء وتنميه وحمايه الدوله. تمام. مش العدد في الليمون وخلاص، زي قلته كغثاء السيل زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، مش كغثاء السيل ملوش لازمه. لا، شعب له دور. تمام. شعب فعال بيمارس دوره عشان يبني الدوله ويحميها. تمام. ومن هنا بتبدا عمليه التنميه. خلاص. يبقى هنا احنا مش بنتكلم على الوجود العددي. الوجود العددي او الارقام ملهاش قيمه في حياتنا، ولكن القيمه من الفعاليه والمشاركه. ان انا بقى شخص ايجابي، ابقى ايجابي ما بقاش سلبي. تمام كده؟ يبقى المشاركه الفعاله هي الايجابيه، ان انا اساعد الدوله في البناء والتنميه عشان احافظ عليها. استنتاج وتوضيح: بيقول التحول النوعي من القوه العدديه الى الكيفيه. ما احنا قلنا بقى الموضوع مش موضوع كم، انما موضوع ايه؟ موضوع كيف. موضوع كيف. خلاص. التحول من مجرد ارقام الى كتله صلبه. كتله صلبه يعني كتله مؤثره. مؤثره بتؤثر. تمام. وكتله فعاله، مش مجرد ارقام واعداد وخلاص. طيب، تاتي المشاركه الفعاله للشعب في بناء التنميه عن طريق ايه بقى؟ هناخد مجموعه حاجات بتجسد لي دور الشعب الفعال في بناء وتنميه الدوله. اول حاجه المشاركه السياسيه، ان الشعب ده لابد ان هو يشارك سياسيا. تمام. يعني ايه يشارك سياسيا؟ تعالوا نشوفوا بقى ايه هي مظاهر المشاركه السياسيه بالنسبه للشعب. اول حاجه اختيار الحكام وممثلي الشعب اللي هم النواب. هنختارهم ازاي؟ بالانتخابات. هننزل في الصندوق ندلي بصوتي، نختار النائب بتاعي اللي انا يعني عايز ان هو يمثلني في البرلمان. تمام. انزل اختار او انتخب الرئيس. يبقى في مجموعه مرشحين لرئاسه الجمهوريه، اختار واحد انا عارف ان ده هيقوم بالايه؟ بالمهام بتاعته على اكمل وجه، لانه اقنعني بالبرنامج الانتخابي بتاعه. بالتالي انزل انتخبه. يبقى هنا دي اسمها مشاركه سياسيه، ان انا انزل وادلي بصوتي، اختار الحاكم واختار النائب بتاع البرلمان. طيب، ابداء الراي في القضايا العامه. القضايا العامه اللي هي بنسميها قضايا الراي العام. يبقى انا ليا كلمه وليا راي فيها، ما بقاش عامل زي حزب الكنبه كده اللي قاعد يتفرج وخلاص. ما بقاش تبع حزب الكنبه. تمام. لا، يبقى ليا دور في قضايا الراي العام. طيب، زي ايه قضايا الراي العام؟ زي مثلا موضوع البكالوريا، دي قضيه راي عام. لازم يبقى لي انا راي فيها من خلال الحوار المجتمعي، اشارك في الحوار المجتمعي. انا شايف والله ان نظام البكالوريا ده نظام له مميزات كذا وكذا وله عيوب كذا وكذا، اقول رايي، اشارك في الايه؟ في الحوار المجتمعي. علشان دي اسمها مشاركه سياسيه، اسمها مشاركه سياسيه. ان اي قضايا عامه بتمس الراي العام انا يبقى ليا ايه؟ يبقى ليا راي فيها. ماشي يا جماعه؟ طيب، الانضمام الى الاحزاب السياسيه ومؤسسات المجتمع المدني، دي برضو نوع من المشاركه السياسيه. ان انا انتمي لحزب معين، لسين من الاحزاب، اعمل عضويه في الحزب وامارس مهامي الحزبيه. تمام. واشارك في الحزب، احضر اجتماعات، ويبقى ليا دور في الحزب، افعل اهداف الحزب. طيب، مؤسسات المجتمع المدني اللي هي الجمعيات الاهليه والتطوعيه، اللي هي ما تبع الحكومه، بنسميها الجمعيات الاهليه. يعني حاجه مؤسسات مدنيه ما هيش تابعه للحكومه، عشان كده سميناها مدنيه، تبع المجتمع المدني، اللي هي الجمعيات التطوعيه والخيريه والحاجات دي. تمام. يبقى انا اعمل عضويه في الحزب واشارك في العمل الخيري والتطوعي، اللي هي بنسميها منظمات المجتمع المدني. زي جمعيه اصدقاء البيئه مثلا، دي جمعيه هدفها الحفاظ على البيئه، انا بشارك فيها ده كعمل تطوعي، مش بمقابل، ما باخدش اجر عليه، بالعكس ده انا ممكن ادفع من جيبي.
تمام. يبقى هنا ده اسمها ايه؟ اسمها يعني مشاركه سياسيه، او كنوع من المشاركه السياسيه ان انا انضم لحزب سياسي او مؤسسه مجتمع مدني زي جمعيه اصدقاء البيئه. طيب، كمان مراقبه اداء الحكومه والمطالبه بالاصلاح من خلال ايه؟ وانا كفرد كشعب او كمواطن هراقب اداء الحكومه؟ لا، انا براقب اداء الحكومه من خلال النائب بتاعي في البرلمان. يبقى هنا انا براقب مراقبه غير مباشره، ان انا بنتخب ممثل عني في البرلمان، واحد بيمثلني، تمام، هو ده اللي بيراقب الحكومه، هو ده اللي بيقوم بمراقبه الحكومه بالنيابه عني انا. تمام. هو ده اللي من خلاله اقدر اتواصل مع الحكومه، هو حلقه الوصل بيني وبين الحكومه. انا عايز حاجه من الحكومه، عايز طلب، بكتبه له واقول له والله انا عايز كذا كذا، عايز اسفلت طريق، عايز اعمل اجيب المستشفى اللي انا المحيط اللي انا فيها ما فيهاش دكاتره، عايز دكاتره، عايز ادويه. فبكتب طلب للنائب وهو بيكلم او بيتكلم بلساني في مجلس الشعب او في البرلمان، او يقدر يحاسب الحكومه، يقدر يجيب الوزير ويعمل له عمليه استجواب، يستجوبه. يعني ايه استجوبه؟ يعني يحاسبه. دور البرلمان ان هو بيحاسب ويراقب الايه؟ يراقب الحكومه. طيب، استنتاج وتوضيح المشاركه السياسيه ومراقبه الحكومه العلاقه بينهم علاقه تكامليه. يعني ايه علاقه تكامليه؟ يعني انا مراقبتي للحكومه دي اعظم انواع المشاركه السياسيه، لان انا بقوم الحكومه، بس بصلحها. لو الحكومه غلطت انا بصلح الحكومه، حاسبها. يبقى الحكومه عارفه ان في حد بيراقبها، يبقى ان هي انا في علاقه ايه؟ علاقه تكامليه. تمام. بس مش انا بقى اللي بصلح وبراقب، ده النائب بتاعي اللي انا اخترته. دي اسمها ديمقراطيه غير مباشره، ان الشعب بيشارك سياسيا بس بطريقه غير مباشره، ودي ديمقراطيه حديثه. لان مش ممكن ال 100 مليون مصري يقعدوا في مكان ويمارسوا حياتهم السياسيه في مكان واحد، ما ينفعش. ولكن بيختاروا نواب عنهم. طيب، البرلمان يعبر عن الاراده الشعبيه. ما هو البرلمان ده الناس اللي قاعدين جواه جايين باراده شعبيه، الشعب هو اللي انتخبهم. ويمارس الرقابه نيابه عن المواطنين، عشان كده سميناها ديمقراطيه نيابيه او ديمقراطيه غير ايه؟ غير مباشره. تمام. مثال تطبيقي: تقدم المواطن للبرلمان بطلب لعمل اسفلت من خلال نائبه او النائب بتاع الدايره بتاعته. يكتب طلب ويديه للنائب عشان يديه للوزير المسؤول عن ده، وزير الحكم المحلي او الوزير المسؤول عن موضوع الطرق والكباري والحاجات دي، مش كده؟ او وزاره الاسكان الى اخره. يبقى هنا النائب بيقوم بدوره، بيعبر او بيوصل صوتي للايه؟ للحكومه او للوزير المسؤول. طيب، دعم امن واستقرار الدوله، ده رقم 2. دعم، او يعني ده هنا بقى المشاركه الثانيه للشعب، دعم امن واستقرار الدوله. طيب، بايه؟ من خلال ايه الشعب هيدعم امن واستقرار الدوله؟ من خلال ايه؟ اول حاجه الالتزام بالدستور واحترام القوانين. ازاي الشعب يلتزم بالدستور ويحترم القوانين؟ من خلال مثلا انا احترم قواعد المرور، لقيت الاشاره حمراء اقف خلاص. تمام. البس الحزام، البس الحزام. يبقى هنا احترم قواعد المرور. سوق على سرعه معينه، التزم بالسرعه المحدده. يبقى هنا انا بحترم ايه؟ انا بحترم قواعد المرور. يبقى هنا انا عملت، ساهمت في دعم امن واستقرار الدوله، لان طول ما القوانين بتحترم طول ما الدوله مستقره. تمام. يبقى انا حافظ على القوانين والتزم بيها. طيب، التعاون مع مؤسسات الدوله. طيب، التعاون مع مؤسسات الدوله ازاي؟ مثال تطبيقي: الابلاغ الفوري عن اي منشآت مشبوهه بتهدد السلم العام. يعني لقيت مثلا واحد عامل مصنع بيصنع اسلحه في بير السلم مثلا ولا حاجه، ابلغ عنه. تمام. لقيت شنطه مشبوهه فيها، ممكن يكون فيها قنبله ولا حاجه، ابلغ عنها. تمام. اتصل على طول بالنجده ب 122، علشان انا كده بتعاون ايه؟ مع مؤسسات الدوله للحفاظ على امن واستقرار الدوله. تمام. لقيت جماعه بيبيعوا مخدرات، ابلغ عنهم، وهكذا. طيب، رفض العنف والتطرف والارهاب من خلال ان انا انشر الفكر التسامحي. لان التطرف هو ان انا امارس الفكر متطرف مبالغ فيه وافرضه على غيري بالقوه، ده اسمه تطرف. يبقى كلمه تطرف يعني مبالغه، التطرف يعني المبالغه في الافكار. ده المبالغه في الافكار بتوصل لي للعنف، ان انا بستخدم القوه والعنف، ومن هنا بيحصل ارهاب للناس. تمام. طيب، انا عكس بقى الكلام ده، ان انا انشر الخطاب التسامحي، تسامح، قبول الاخر، احترام الراي الاخر. مش رايي انا بس هو اللي صح دايما، رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غير خطأ يحتمل الصواب، زي الإمام الشافعي ما قال. يبقى نتقبل آراء بعض، ودايما حوار تعايش، لأن التعايش هو اللي بيقضي على التطرف والإرهاب. التعايش يعني قبول الآخر، أنا وإنت، مش أنا بس، لا، أنا وإنت، لازم أنا والآخر، أنا والآخر، مش كده؟ يبقى مثال تطبيقي: نشر الخطاب التسامحي في المدارس والجامعات، ورفض الافكار الهدامه
اللي بتدعو لهدم الدوله وهدم مؤسسات الدوله. تمام. طيب، استنتاج وتوضيح: الامن مسؤوليه مشتركه. يعني ايه مسؤوليه مشتركه؟ يعني مسؤوليه مشتركه بين الدوله والشعب والمواطن. المواطن مسؤول برضه. القانون يطبق بالمرء لا عليه فقط. يعني انت تساعدني، انت كمواطن تساعد الحكومه ان هي تطبق وتنفذ القوانين، انك انت تساعدها. تمام كده، انك انت تساعد الحكومه في تطبيق القانون، وبالتالي دعم امن واستقرار الايه الدوله. طيب، رقم 3: المساهمه في تحقيق التنميه الاقتصاديه. ازاي اساهم في تحقيق التنميه الاقتصاديه؟ من خلال ان انا اشتغل واعمل في الحقل المجال اللي انا فيه. قلت للصانع يبقى في مصنعه يشتغل يأدي اللي عليه، المدرس في مدرسته، الطبيب في المستشفى بتاعته، والفلاح في الحقل بتاعه، كل واحد في مجاله يشتغل. زياده الانتاجيه في المصانع، مش كده؟ ده مثال اهو. والفلاح يشتغل في ارضه كويس، والمدرس يراعي ضميره في الفصل، وهكذا. طيب، رقم 2: دفع الضرائب اللي بتمول المشروعات العامه. ما تهربش من الضرائب اللي عليها، لان الضرائب دي هي اللي من خلالها الحكومه بتعمل لي مشروعات وبتعمل لي خدمات. لو انا ما دفعتش الضرائب، الحكومه هتعمل لي خدمات منين؟ يبقى هنا في علاقه اهو، علاقه تبادليه، خلي بالكم. يبقى هنا لازم ادفع الضرائب، عشان الضرائب دي هي اللي بتمول. يعني ايه بتمول؟ بتصرف على المشروعات العامه. يعني من خلال دفع الضرائب الحكومه بتعمل لي كباري، بتعمل لي طرق، تمام كده، بتدخل لي غاز، بتدخل لي كهرباء، بتدخل لي ميه، وهكذا. طيب، مثال تطبيقي: التزام اصحاب المهن الحره، الاطباء والمهندسين والتجار، بالمنظومه الالكترونيه للضرائب، الفواتير يدفعوا الضرائب الكترونيا لضمان دخول الاموال دي. فين الاموال دي؟ بتروح فين؟ الخزنه العامه، والخزانه العامه بتاعت الدوله. طيب، الدوله بتصرفها فين؟ على المشاريع العامه، زي الطرق والكباري والحاجات دي زي ما قلت. يبقى هنا العلاقه بين دفع الضرائب والتنميه الاقتصاديه علاقه تبادليه. الاثنين بيعتمدوا على بعض. ان انا لما ادفع ضرائب، الحكومه هتلاقي فلوس تعمل لي خدمات. طب انا ما دفعتش ضرايب، الحكومه هتجيب فلوس منين تعمل لي خدمات؟ مفيش. خلاص كده. طيب، وعرفنا ايه هي الخدمات اللي الحكومه بتعملها من خلال دفع الضرائب. يبقى محدش يتهرب من دفع الضرائب. التهرب من دفع الضرائب جريمه يعاقب عليها القانون. تشجيع الاستثمار والمبادرات الاجتماعيه. الاستثمار ان انا واحد مستثمر مع فلوس ادي له حته ارض مثلا، يجي يعمل مشروع يشغل الشباب، ده اسمه استثمار. تمام. طيب، مثال تطبيقي: تاسيس شركات جديده في مجال التكنولوجيا. واحد معاه فلوس ادي له حته ارض يبني عليها شركه تكنولوجيه يشغل الشباب. او دعم المبادرات الشبابيه للشركات الصغيره او الصغيره والمتوسطه. ادعم الشباب علشان يمارسوا اعمالهم ومواهبهم من خلال شركات صغيره وتكبر مع الوقت. استنتاج: الاقتصاد القوي يتاسس على قاعده انتاجيه عريضه. لان خلي بالكم، الاقتصاد هو بنسميه البنيه التحتيه للدوله. اي دوله من غير بنيه تحتيه قويه او من غير اقتصاد قوي بتنهار. تمام. يبقى الاقتصاد القوي يتاسس على قاعده انتاجيه عريضه، والتزام المواطنين بواجباتهم الماليه، اللي هي بقى ايه؟ الضرائب. ان انا ادفع ضريبه. تمام كده، ما تهربش من دفع الضرائب. الحفاظ على هويه المجتمع. ودايما كده شكل كلمه حرف الهاء، حط ضمه. محدش يقول الهويه، مفيش حاجه اسمها الهويه. الحفاظ على هويه المجتمع. الهويه اللي هي الخصوصيه بتاعتي، اللي بتميزني عن غيري. خلاص كده. يبقى الحفاظ على هويه المجتمع، وده واجب وطني. من خلال ايه؟ ايه هي اجراءات الحفاظ على الهويه المجتمعيه؟ اول حاجه، حافظ على التراث المادي والثقافي. ايه هو التراث ده؟ التراث اللي هو ما توارثته عن ابائي واجدادي. يعني الحاجات اللي السابقين والقدماء سابوها لنا وورثوها لنا، نحافظوا عليها ايا كانت بقى. الحفاظ على المباني الاثريه، المعابد والاهرامات والمتاحف، الحاجات دي نحافظ على ده، تراث مادي نحافظ عليه. تمام. والثقافي، ده بقى الجانب المعنوي بقى، الفنون الشعبيه الاصيله اللي هو الفولكلور، العادات والتقاليد يا جماعه. اهو احترام عادات وتقاليد المجتمع مهم جدا. ان انا لان العادات والتقاليد جزء اصيل من الهويه. جزء اصيل العادات والتقاليد والعقيده، الدين واللغه. خلاص كده، لازم نحافظ على كل ده عشان يبقى الهويه بتاعت المجتمع ما تنهارش، ما تذوبش. يعني ايه تذوب؟ يعني تختفي. لو انا ما حافظتش على التراث والعادات والتقاليد، الهويه بتاعتي هتختفي، هتذوب. خلاص كده. طيب، مثال تطبيقي: الالتزام بالاداب العامه على مواقع التواصل الرقمي. دي بقى ده مثال على احترام عادات وتقاليد المجتمع. ان انا وانا قاعد على الفيسبوك مثلا ما اشتمش حد، ما انشرش صوره خليعه. تمام. احترم عادات وتقاليد المجتمع. ماشي يا جماعه. طيب، تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن. لو انا شاركت مثلا، عملت مشاركه في حملات تشجير المدارس،
يبقى انا كده عندي انتماء لبلدي وعندي ولاء، بساهم مع الحكومه في التنميه اهو، ان انا بحافظ على هويه المجتمع. يعني ايه هويه المجتمع؟ ان انا اشارك مجتمعيا في حملات مثلا زي تشجير المدارس الى اخره. لان انا كده عملت ايه؟ عززت قيم الانتماء والايه والولاء، ودي برضو مهمه جدا جدا في تدعيم هويه المجتمع. يبقى عندي ولاء للدوله او للوطن بتاعي اللي انا عايش فيه. تمام. ما اخونش الوطن، ما يبقاش عندي نوع من الخيانه للوطن. استنتاج من الكلام اللي احنا قلناه: الهويه الوطنيه هي الجدار الناري ضد الذوبان الثقافي. يعني ايه جدار ناري؟ يعني حيطه من نار. شفت بقى حيطه من نار؟ يعني انا بقول مثلا لو حيطه من الطوب بتحمي، طب ما بالك بقى دي حيطه من النار، يعني ما حدش يقدر يقرب لها. يبقى الهويه جدار ناري ضد الذوبان الثقافي. لو انا عندي هويه كويسه صلبه، تمام، قويه، عمري ما هيحصل لي ذوبان ثقافي. الثقافه بتاعتي مش هتدوب، مش هتختفي، تمام كده، ولكن هتظل قائمه تورث من جيل الى جيل. طيب، الدفاع عن الوطن، الدفاع عن الوطن من خلال ايه؟ اول حاجه بساند القوات المسلحه وبدعمها معنويا. تمام، لان القوات المسلحه الجيش اللي بيحمي البلد. مثال تطبيقي: الاعتزاز والافتخار باداء الخدمه العسكريه ودعم جهود الجيش ضد الارهاب. يبقى انا كده بساهم معنويا مع القوات المسلحه. المشاركه في الاعمال التطوعيه وقت الازمات والكوارث، لا قدر الله حصل زلزال، بشارك في انتشار الايه الجثث من تحت الانقاض، بساعد في علاج المصابين والى اخره، في الحرائق وفي الحروب. ده عمل تطوعي، لازم الشعب كله يشارك في هذا العمل. وده حصل في الزلزال بتاع التسعينيات، لقينا كلنا، يعني كلنا الشعب المصري كان في الشوارع، كله كان بيساهم في اصابه الايه او في اغاثه الملهوفين وعلاج المصابين الى اخره. تمام، وده معدن الشعب المصري وقت الازمات، بيظهر وقت الازمات. طيب، مثال تطبيقي: المشاركه في توزيع المساعدات الانسانيه اثناء الزلازل. تمام، نوزع بطاطين، نوزع علاج، ادويه الى اخره يعني. عدم نشر الشائعات اللي بتزعزع امن واستقرار الدوله المصريه. بمعنى ان الشائعات دي، على فكره الشائعات من اخطر ما يكون ضد استقرار المجتمع، ان انا انشر شائعه. تمام. مثال تطبيقي: التاكد من المصادر الرسميه قبل اعاده نشر اي خبر معادي للوطن، يعني خاصه لو الخبر ده ضد الوطن. هنا بقى ممكن يحصل نوع من الايه الاحباط للمواطنين لو ان الخبر ده انتشر وهو في الاصل خبر كاذب. يبقى التاكد من المصدر الرسمي، لازم اسمع المتحدث الرسمي للقوات المسلحه او المتحدث الرسمي العسكري عشان اقدر اتاكد ان الخبر ده صح ولا غلط. مش مجرد ان انا شفته على قناه معاديه او موقع معادي اصدقه، لان في ناس بتبث السموم في عقول الشباب من خلال نشر اخبار كاذبه مضلله عن الوطن، ويخلي الناس تصدق. تمام كده. طيب، استنتاج: الدفاع عن الوطن لا يقتصر فقط على حمل السلاح. مش مجرد ان انا بدافع عن وطني ان انا ممكن اشيل سلاح وخلاص هو ده الدفاع عن الوطن. لا يقتصر على حمل السلاح. مش مجرد ان انا يعني، او لا يقتصر بس ان انا ابقى مقاتل في الجيش. لا، ده انا ممكن ادافع عن وطني وانا من غير سلاح، بالفكر، بالثقافه، بنشر التسامح، بعدم نشر الشائعات. يبقى الدفاع عن الوطن مش جانب مادي بس ان انا اشيل سلاح، لا، بيشمل الدعم المعنوي والتطوع والحرب المعلوماتيه. اللجان الالكترونيه مهم جدا جدا في هذه الفتره، ان انا اواجه الحرب الالكترونيه، حرب الشائعات ضد الوطن. طيب، ثوره 19 ودور الشعب. عارفين ثوره 19 كانت ايام سعد زغلول، ايام الاحتلال الانجليزي. سبب قيام الثوره الاحتلال البريطاني ومطالبه المصريين بحقوقهم. فاهم كده؟ طيب، ايه اللي حصل بقى؟ خروج الشعب المصري بكل فئاته، طلاب وعمال وفلاحين، كل فئات الشعب خرجت في هذه الايه الثوره. الجديد في الثوره دي ان خرجت المراه لاول مره في المظاهرات في تاريخ مصر. الست او المراه خرجت لاول مره في تاريخ مصر تطالب بالتحرر وبالحريه وبجلاء الانجليز. تمام كده. يبقى دي كانت اول مره تخرج فيها المراه في المظاهرات في ثوره 19. تمام. وده بقى اللي حصل بقى، حطم النمط الاجتماعي التقليدي. ايه هو النمط التقليدي؟ ان الرجاله بس هم اللي بيطلعوا مظاهرات. ده النمط التقليدي المعتاد عليه او اللي الناس متعوده عليه. لا، ده بقى حصل ايه؟ ان الستات خرجوا في المظاهرات كمان جنبا الى جنب مع الرجال، وده حطم النمط الاجتماعي التقليدي. تمام. طيب، تحول الشعب من رقم عددي الى كتله صلبه. الشعب ما بقاش كوساء السيل كتير ومالوش لازمه، لا، ده بقى مؤثر، كتله صلبه، يعني كتله مؤثره. تمام. وقت الازمات وقادره على التغيير. الشعب ممكن يغير ولا لا؟ ممكن يغير.
تأجبر بريطانيا على ان هو او ان هي تعمل مطالب ما كانتش عمرها تعملها. تمام. الا بخروج الشعب المصري بكل ايه، بكل فئاته. شعار الثوره الدين لله والوطن للجميع، قمه المواطنه والوحده الوطنيه. الوحده الوطنيه يعني ايه الدين لله والوطن للجميع؟ يعني احنا مسلمين ومسيحيين جنبا الى جنب في صف الوطن لصالح الوطن. الوطن ده لينا كلنا، لمسلم ومسيحي، الدين ده بتاع ربنا. تمام. يبقى الدين لله والوطن للجميع، ده كان الشعار. طيب تعالوا بقى نستنتج من الكلام اللي احنا قلناه. الثوره دي بتجسد الوحده الوطنيه. يعني وحده وطنيه يعني مسلم ومسيحي، مسلم ومسيحي جنب بعض. تمام. طيب المواطنه، يعني ايه مواطنه؟ المواطنين كلهم سواسيه امام القانون، وكلهم خرجوا بيطالبوا بحقوقهم. تمام كده. يبقى كلمه مواطنه معناها المساواه في الحقوق والواجبات بين كل المواطنين. طيب التجانس الديموغرافي، كلمه ديموغرافيا اللي هي السكان، علم السكان. هنا التجانس السكاني لان كل فئات المجتمع طلعت، طلاب وفلاحين ومدرسين والى اخره. تمام. كان في تجانس ديموغرافي. تماسك اجتماعي، بقى كتله صلبه، الشعب متماسك. تمام كده. طيب القضاء وهدم سياسه الاحتلال، وهي سياسه فرق تسد. ايه سياسه فرق تسد دي؟ يعني فرقهم تبقى انت السيد بتاعهم. ودي سياسه بتتبعها اليهود وبتتبعها المحتل، انك انت تفرق الناس، تخليهم ايه، مختلفين ومتفرقين مع بعض، عشان تبقى انت ايه، المتحكم فيهم. ما تخليهمش على قلب رجل واحد، لا، فرقهم، اعمل فتنه بينهم. تمام. يبقى هنا هدم سياسه ايه، فرق تسد. دي السياسه اللي كان بيعتمد عليها الاحتلال البريطاني وبيعتمد عليها اليهود لغايه دلوقتي. واسقاط محاولات الفتنه الطائفيه. يعني ايه الفتنه الطائفيه؟ اللي هي الخلاف بين المسلمين والمسيحيين، الصراع اللي هو الطائفي، اللي هو خاص بالدين. يعني هنا ما فيش فتنه بين مسلم ومسيحي، لا، ده بالعكس، ده هم جنب الى جنب ضد الاحتلال الانجليزي. تمام. طيب تأكيد دور الشعب في بقاء الدولة وحمايتها. الشعب هو الركيزة الأساسية، الشعب هو اللي بيغير، الشعب هو اللي بيقول كلمته. تمام. التأسيس لمفهوم الدولة المدنية الحديثة. ايه الدولة المدنية الحديثة؟ الدولة المدنية الحديثة ان كل الشعب او كل فئات الشعب بتطلع تطالب بحقوقها. تمام. الشعب اللي هو اللي بيغير، الشعب هو اللي بياخد القرار، المرأة بتشارك لأول مرة. دي الدولة المدنية الحديثة اللي هي مبنية على المواطنة، مفهوم المواطنة. تمام. طيب مثال تطبيقي بيشابه ده بالظبط اللي حصل في ثورة يناير 2011، لما الشعب كله خرج عشان يحمي منشآت الدولة ويحافظ عليها ضد الايه، التخريب. لكن كان في عناصر مخربة في الثورة، كان في عناصر مخربة عايزة تخرب الدولة. فالمجتمع او الشعب هو اللي كان بيحمي مؤسسات الدولة. تمام. طب بيقول لي فكر واجب. وضح اثر خروج الشعب المصري في ثورة 1919 على اوضاع مصر السياسية. اول حاجة اجبار بريطانيا على اصدار تصريح 28 فبراير سنة 22 الذي ادى لالغاء الحماية البريطانية واعلان مصر دولة مستقلة ذات سيادة، واصدار اول دستور ملكي سنة 23، وبدء الحياة النيابية والحزبية. شفتوا بقى، شوف تأثير الثورة ايه. طيب يحفل تاريخ الشعب المصري بعديد من الامثلة اللي بتوضح دوره في تماسك الدولة. ناقش ظهر ذلك في الوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين. تمام كده. ورفع شعار الهلال مع الصليب في ثورة 19، قلنا الوحدة الوطنية، مفيش فتنة طائفية بقى اهي. وقوف الشعب خلف القوات المسلحة وقت الأزمات زي المقاومة الشعبية في العدوان الثلاثي سنة 56، وبالتحديد مدن القناة ولاد إسماعيلية والسويس وبورسعيد. هم دول اللي كانوا بيقاوموا الاحتلال أو العدوان الثلاثي على مصر. تمام. العدوان الثلاثي اللي كان ناتج عن تأميم قناة السويس، اللي كان بيدافع هو الشعب المصري، مدن القناة، أبناء السويس وبورسعيد والإسماعيلية. تمام. طيب حدد من وجهة نظرك دورك كمواطن مسؤول في الدولة المصرية. او دور ايه؟ الالتزام بالدستور والقوانين، والحفاظ على المرافق والممتلكات العامة، والمشاركة الإيجابية في بناء المجتمع بالعمل المخلص، والدفاع عن أمن الوطن واستقراره. تمام كده. كده وصلنا ل يعني نهاية الجزء بتاع الشعب. طيب الركن الثاني من أركان الدولة وهو الحيز الجغرافي. يعني إيه الحيز الجغرافي؟ كلمة الحيز الجغرافي يعني الرقعة المحددة، أو نقدر نسميها النطاق المكاني. النطاق المكاني أو المكان، يعني المكان اللي الدولة بتمارس سيادتها عليه. النطاق المكاني، ماشي كده، أو المكان اللي الدولة بتمارس السيادة بتاعتها عليه وسلطتها عليه، هو اسمه الحيز الجغرافي. يبقى هو الرقعة المحددة
الدولة بتمارس سيادتها عليها، ولا تقوم دولة من دون وجود حدود محددة. يبقى إذن الحيز الجغرافي ده هو الحدود السياسية بتاعة الدولة، من الناحية الشمالية كذا، من الجنوبية كذا، الغربية كذا، الشرقية كذا، حدود. تمام كده؟ ده اسمه حيز جغرافي، بيشمل بقى اليابسة والمياه والمجال الجوي. يبقى الحيز الجغرافي نطاق مكاني او رقعة محددة الدولة بتمارس سيادتها وسلطتها عليه، ومفيش دولة في العالم من غير حدود محددة المعالم، لازم تبقى ليها حدود معترف بيها والا ما تبقاش دولة. تمام؟ طيب الحيز الجغرافي بيشمل 3 حاجات: اليابسة اللي هي الارض، تمام، والمية المياه الاقليمية، والمجال الجوي. خلاص كده يا جماعة؟ طيب تعالوا نشوفوا اول حاجة او اول عنصر من عناصر الحيز الجغرافي، هو اليابس او اليابسه. احنا عارفين ان مساحه مصر 1,000,000 كيلو متر مربع. 1,000,000 كيلو متر مربع دي مساحه مصر. تمام؟ اليابس بيشكل حوالي 99% وكسور من مساحه مصر. يبقى مساحه اليابس في مصر حوالي 99%، والباقي بقى الميه الداخليه، الميه الداخليه اللي هي نهر النيل والبحيرات والحاجات دي. تمام؟ خلاص كده؟ يبقى ده اليابس بيشكل حوالي 99% من مساحة مصر الإجمالية، وهي 1,000,000 كيلو متر مربع. تمام؟ يبقى إيه هو اليابس؟ هو المساحة الأرضية التي يعيش عليها السكان، الأرض اللي عايشين عليها السكان، وتمتد داخل الحدود السياسية للدولة. جميل قوي. طيب الخريطة دي دلوقتي هنفسرها حتة حتة. تم تعيين حدود مصر السياسية بدقة وتوثيقها دوليا عبر اتفاقيات تاريخية. تعالوا بقى نشوف حدود مصر السياسية من خلال الخريطة دي يا جماعة. بصوا كده معايا، الخريطة اهي. تمام؟ نجيب بس الايه القلم. لو احنا بصينا على الخريطة علشان نحاول يعني نشوف حدود مصر السياسية، انا عندي الحدود بتبقى في 4 اتجاهات. الاول احنا نعرف الاتجاهات ازاي. انت واقف دلوقتي على شط المعمورة، شط البحر. تمام؟ اي شط بحر يعني، اي بحر، البحر اللي عندكم يعني. تمام؟ انت وشك للبحر، ايدك اليمين هنا اهو هتبقى الشرق، يبقى هنا دي منطقة الشرق، يبقى الشرق هو ده ايدك اليمين. تمام؟ ايدك الشمال دي الغرب، دي ناحية الغرب. دي اتجاهاتها اهي بقى، يبقى شرق غرب. فوق هنا عند البحر المتوسط ده الشمال، دماغك فوق وانت باصص كده الشمال، جهة الشمال او بحري. تحتك بقى رجليك او وظهرك الايه؟ الجنوب، هنا الجنوب. يبقى احنا كده عرفنا الخريطة من ال4 اتجاهات: شرق غرب شمال جنوب. اهو دي الخريطة. طيب تعالوا بقى نفصص حدود مصر السياسية ونفهمها مع بعض. نبدأ من الناحية الجنوبية، حدود مصر الجنوبية تحت مع مين يا ولاد؟ مين الدولة اللي مشتركة معانا في الحدود تحت؟ السودان، دولة السودان. تمام؟ حدود مصر مع السودان عند دايرة عرض 22 شمالا. الله، ازاي يا مستر انت بتقول دي اسمها الحدود الجنوبية، ازاي بقى تقول لي 22 شمالا؟ شمالا هنا المقصود بها شمال خط الاستواء يا جماعة، شمال دايرة الاستواء او خط الاستواء. خط الاستواء ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن دايرة عرض كده افقية اهي، بتقسم الكرة الارضية نصين. تمام؟ نص شمالي ونص جنوبي. فهنا بقى اللي بيبقى شمال خط الاستواء بيبقى شمالا، وجنوب خط الاستواء بيبقى جنوبا. فهنا علشان الدايرة دي وقعت شمال خط الاستواء فبنقول 22 شمالا، يعني شمال خط الاستواء، بالرغم ان هي اصلا الحدود الجنوبية بتاعت مصر. تمام؟ ولكنها دايرة عرض 22 شمال خط الاستواء او دايرة الاستواء. ماشي كده؟ بالنسبة للعرض بنقول دايرة، يعني لما بنتكلم عن العرض بنقول دوائر عرض، لانها بتبقى بطريقة افقية زي ما انتم شايفين كده. تمام؟ خط الاستواء او دايرة الاستواء دي بتقسم الكرة الارضية نصين، نص شمالي ونص جنوبي. انما خطوط الطول زي ما انتم شايفين، زي ما هنتكلم دلوقتي عن ليبيا، لما نتكلم عن الطول بنقول خطوط، نتكلم عن العرض بنقول دوائر. ماشي كده؟ لان الخطوط بتبقى بطريقة رأسية عمودية. تمام؟ طيب يبقى انا خلينا بقى واحده واحده كده. احنا دلوقتي بنتكلم عن الحدود الجنوبيه، يبقى لحد مصر جنوبا دولة السودان عند دايرة عرض 22 شمالا. الحد ده اتعمل امتى؟ سنة 1899 في اتفاقية اسمها الاتفاقية الثنائية. يعني ايه ثنائية؟ ثنائية ايه؟ اتنين دول، مين الاثنين؟ الاثنين دول مصر وبريطانيا، الاثنين بيحكموا السودان حكم مشترك. تمام كده؟ ايام الخديوي عباس حلمي الثاني. يبقى هنا سنة 1899 اتفاقية الحكم الثنائي المشترك ان السودان تابعة لمصر وبريطانيا، حكم ثنائي مشترك ما بين مصر وبريطانيا، وظلت السودان تابعة لمصر
لغايه عصر الرئيس جمال عبد الناصر لما نالت استقلالها بقرار او بامر من الرئيس جمال عبد الناصر اداهم حق تقرير المصير. تمام. انما قبل كده السودان كانت تابعه لمصر لغايه الملك فاروق، كان اسمه ملك مصر والسودان. تمام كده. طيب يبقى هنا حدود مصر الجنوبيه مع السودان عند دائره عرض 22 شمالا، يعني شمال خط الاستواء. تمام كده. والكلام ده اتعمل سنه 1899. طب التاريخ ده مهم نحفظه؟ هو التواريخ يعني مش مهم قوي، لكن المفروض نعرف يعني ان الحد ده اتعمل سنه كام. تمام. يبقى حدود مصر الجنوبيه دائره عرض 22 شمالا مع السودان بموجب اتفاقيه الحكم الثنائي سنه 1899، وعرفنا يعني ايه الحكم الثنائي. تعالوا نروح بقى للمنطقه الغربيه، حدود مصر الغربيه. احنا قلنا اتفقنا ايدك الشمال بقى، هي ايدك الشمال دي منطقه الغرب، ليبيا. تمام. حدود مصر دوله اسمها ليبيا. تمام كده. عند خط طول 25 شرقا. يا مستر انت هتجنني، انت بتقول لي الحدود الغربيه وترجع تقول لي 25 شرقا. هنا شرقا بناء على ايه؟ بناء على خط اسمه خط جرينتش. خط جرينتش ده خط افتراضي. يعني ايه افتراضي؟ يعني ما هوش طبيعي. تمام كده. يعني ما هوش واقعي، يعني مش موجود في الواقع، مش حاطينه في مدينه جرينتش كده في الواقع تدوس عليه وانت ماشي، لا ده خط افتراضي على الخريطه بس، يعني عشان يحدد او يعرف الحدود، يرسم الحدود. اسمه خط جرينتش. جرينتش دي قريه او يعني منطقه في لندن، تابعه للندن. لندن عاصمه بريطانيا. تمام. خط جرينتش ده هو اللي بياخدوه كميقات، يعني بيحسبوا عليه الوقت. يقول لك الساعه 2 بتوقيت جرينتش. تمام. بيحسبوا على الوقت بناء على ايه؟ بناء على ان المناطق اللي هي بتقع شرق جرينتش، يعني الناحيه اللي هي الشرقيه من جرينتش، دايما تلاقيها سابقه في الوقت. ليه؟ لان الشمس، انتوا عارفين الشمس بتطلع من الشرق، بتفضل ماشيه كده. تمام. فهنا المناطق دي الشرقيه، شرقيه جرينتش، بتبقى سابقه في الوقت، والمناطق اللي بتبقى الغرب بتبقى متاخره شويه في الوقت عنه. تمام كده. طيب يبقى عرفنا ايه هو خط جرينتش. يبقى احنا قلنا خط طول 25 شرقا. شرقا ايه؟ شرقا مين؟ شرق خط جرينتش. تمام كده. اللي هو الخط اللي احنا شايفينه ده. تمام. يبقى هنا الحدود الغربيه لمصر مع دوله ليبيا الشقيقه اللي هي عاصمتها طرابلس. تمام. عند خط طول 25 شرقا. اتعمل امتى؟ سنه 1925. ماشي يا جماعه. طب قلنا شرقا ليه بالرغم ان هي ده حد غربي؟ شرقا عشان هو بيقع شرق خط جرينتش، وده خط افتراضي بيتم من خلاله ترسيم او تحديد يعني الحدود على الخريطه، وكمان بيتاخد ما يعني ايه مؤقت، يعني بيعرفوا من خلاله التوقيت في مناطق العالم. يقول لك طبع او الساعه كذا بتوقيت جرينتش. ماشي يا جماعه. طيب وعرفنا جرينتش ايه هي بالظبط جرينتش. تعالوا نروح نشوف الحد الشرقي بقى. الحد الشرقي شايفين كده احنا ده البحر الاحمر، ده البحر الاحمر. تمام. الحد الشرقي لمصر بيتضمن جزئين، جزء بحري وجزء بري. تمام. الجزء البحري عند خليج العقبه. انتوا شايفين الجزئين دول بتوع البحر الاحمر زي يعني زي ايه ودنين كده. تمام. الجزء اللي قريب من مصر ده خليج السويس، ده خليج السويس. تمام. اللي الناحيه بتاعتنا ان عند مدن القناه ايه يعني السويس واسماعيليه وبورسعيد الناحيه دي. تمام. خليج السويس. هنا بقى ده اسمه خليج العقبه اللي ناحيه الاردن، خليج العقبه. خليج العقبه اللي بيدخلني بقى على فلسطين بعد كده. تمام. عند طابه. وانتوا عارفين طابه دي كانت يعني بعد حرب اكتوبر كانت تظل تابعه للكيان الاسرائيلي والكيان الصهيوني لغايه ما احنا استعدناها ايام الرئيس حسني مبارك. تمام. يبقى هنا ده الحد الشرقي بتاع مصر، منطقه بحريه، خليج العقبه والبحر الاحمر الاول، وبعدين خليج العقبه اهو بالترتيب اهو. البحر الاحمر ثم خليج العقبه اهو، احنا عارفين خليج العقبه اهو. تمام. ثم فلسطين بقى الحد البري بقى. الحد البري نخش بقى على رفح اهي. رفح اللي المنطقه الايه؟ المنطقه البريه دي. رفح الايه؟ اللي هي مع قطاع غزه، في رفح الفلسطينيه ورفح المصريه، جزء تبع ناحيه مصر وجزء تبع ناحيه فلسطين. تمام. قطاع غزه يعني بيفصلنا عن قطاع غزه. يبقى حد مصر الشرقي عندي الميه بتبدا، او الحد الطبيعي البحري البحر الاحمر وخليج العقبه، ده حد طبيعي مائي. ثم حد بري مع رفح. تمام كده اللي هو قطاع غزه. ماشي يا جماعه. يبقى ده الحد الشرقي لمين؟ الحد الشرقي لمصر. خلاص. طيب فاضل لنا الحد البحري شمالا، طبعا حد طبيعي وهو البحر الايه؟ المتوسط. ماشي يا جماعه. يبقى كده عرفنا حدود مصر الايه على الخريطه اهي. تمام. تاني كده جنوبا
دايره عرض 22 شمالا مع السودان، وعرفنا شمالا ليه؟ لانها شمال خط الاستواء. غربا خط طول 25 شرقا، وعرفنا شرقا لانها شرق خط جرينتش مع دوله ليبيا. تمام، ده من ناحيه الغرب يعني. الحدود الشرقيه لمصر بتشمل حدين، حد طبيعي بحري البحر الاحمر وخليج العقبه، ثم الحد البري مع فلسطين. ماشي يا جماعه، وده اتعمل سنه 1906، اتفاقيه 1906 دي حدود مصر السياسيه. خلاص يا جماعه. طيب نرجع تاني للجزء بتاعنا. خلاص عرفنا بقى الحدود على الخريطه. المياه الاقليميه، الجزء الثاني من الحيز الجغرافي هو المياه الاقليميه. ايه هي المياه الاقليميه دي؟ وانت واقف على شط البحر برضو كده، عندك شط المعموره، هتحسب من خط الساحل لغايه 12 ميل بحري لجوه البحر، تمشي البحر 12 ميل. 12 ميل دول حوالي 22 كيلو وشويه كده، يعني 22 كيلو وشويه. تمام، هو ده المياه الاقليميه بتاعت مصر. مصر بتمتلك 12 ميل بحري بدءا من نقطة الصفر اللي هو خط الساحل او شط البحر، يعني هتخش لجوه كده 12 ميل، يعني 22 كيلو وشوية. تمام، دول ملك مصر، بتوع مصر، محدش يقدر يعني ياخد منهم اي حاجة. تمام، مصر بتمارس عليهم سيادتها، 12 ميل بحري. طيب الجزء ده او المياه الاقليمية دي مصر بتستفيد منها طبعا. اولا مصر بتمارس سيادتها الكاملة عليها في الحماية وتأمين الموارد. يبقى فيها موارد هي مصر بتستفيد منها، ايوه، فيها سمك، فيها غاز. تمام كده، واشهرها حقل زهر. حقل زهر ده اكتشاف شركة بريطانية. بس خد بالك بقى، في نقطة مهمة جدا جدا، عشان هيطلع لي ناس، انا عارف ان هيطلعوا لي يقولوا لي ده حقل زهر ده خارج نطاق المياه الاقليمية. ايوه هو فعلا خارج نطاق، لانه مسافة حوالي 100 ميل. 100 ميل بحري مش 12 بقى، احنا المياه الاقليمية بتاعت مصر 12 ميل، لا حقل زهر ده احسب له 100 ميل لجوه. امال هو تبع مصر ازاي؟ تبع اتفاقيه يا جماعه اسمها اتفاقيه الاقتصاديه الخالصه، او اي زد. الاتفاقيه دي بتدي لمصر حق ان هي تستفيد من الجزء اللي هو ال 100 ميل دول. تمام، ده حسب قانون البحار اللي تابع للامم المتحده. مش كده؟ وبناء عليه الجزء ده مصر ليها حق فيه. فاكتشفت في شركه بريطانيه بتنقب عن الغاز في المكان ده، اكتشفوا حقل اسمه حقل زهر، ومصر برضو ليها نسبه من هذا الحقل اللي هو اكتشفته الشركه البريطانيه، اسمه حقل زهر. ماشي كده يا جماعه؟ طيب المجال الجوي، عرفنا خلاص المياه الاقليميه. يبقى المياه الاقليميه دي مساحه 12 ميل بحري. تمام يا جماعه؟ واحنا عارفين ان ال 12 ميل يعملوا حوالي 22 كيلو. طيب الجزء الثالث والاخير من الحيز الجغرافي هو المجال الجوي. المجال الجوي، الفضاء الجوي بقى، المساحه الرأسيه العموديه، تمام، التي تعلو اليابس اللي فوقي، يعني السقف بتاعي، السقف بتاعي اللي بيعلو اليابس وبيعلو المياه الاقليميه. طب حد شاطر يقول لي المساحه بتاعت اللي هي الرأسيه دي او المجال الجوي ده اكبر ولا اصغر من المساحه اللي تحت؟ ولا اكبر ولا اصغر؟ بتساويها، لانها بتغطيها. هي زي انت مثلا عامل اوضه وبتسقفها، السقف بيبقى على مساحه الاوضه، كذلك نفس الحكايه المجال الجوي ده بيساوي المساحه اللي تحت. خلاص، يبقى انت هيبقى لك برضو سياده فوق. المجال الجوي بتاعك بيساوي المساحه اللي تحت، اسمها مساحه راسيه عموديه تسمى المجال الجوي. الدوله برضو بتمارس سيادتها عليها من خلال التحكم في حركه الطيران والملاحه الجويه. تمام كده؟ ليه؟ لحمايه الامن القومي. مفيش طياره تقدر تعدي المجال الجوي بتاعنا الا باذن مسبق منا. تمام كده؟ عارفين دي رايحه فين وجايه منين. ماشي يا جماعه؟ طيب ده المجال الجوي. استنتاج بقى، بيقول هنا ترسيم الحدود وتحديد المياه الاقليميه، ايه الهدف منه؟ حمايه ثروات الدوله ومجالها من الاختراق الاجنبي. الدوله عارفه حدودها منين لحد فين، محدش يقدر يعني يستولي على جزء منها او يعمل اي حاجه في النطاق بتاعنا الا باذننا. وتحديد النطاق القانوني للدوله قانونا عشان تبقى معترف بيها. طيب التطبيق بقى والناتج اللي احنا هنطلع بيه من هنا، ممارسه السياده الخارجيه وتأمين الحيز الجغرافي قانونيا وعسكريا لضمان استقلال القرار الوطني، لان مش ممكن الدولة هتبقى مستقلة في قراراتها الا لو كان لها سيادة. احنا قلنا من اهم عناصر المترتبة على غياب السيادة التبعية. هنبقى تابعين، ما عندناش، طالما ما عندناش سيادة يبقى احنا ماشيين حسب يعني الضغوط الأجنبية والخارجية، وتابعين للقرارات الخارجية. ما عندناش شخصية وطنية او شخصية سيادية. ماشي كده؟ طيب الابعاد الثلاثيه للسياده على الحيز الجغرافي، افقيه بريه اللي هو اليابس، افقي بري اللي هو اليابس،
افقي بحري اللي هو ال 12 ميل اللي هو اسمهم المياه الايه؟ المياه الاقليميه. طيب عموديه راسيه اللي هي المجال الايه؟ المجال الجوي. يبقى افقيه كده تمام اللي هو اليابس، ثم افقيه برضو اللي هي المياه الاقليميه من نقطه الصفر اللي هو الساحل لغايه 12 ميل جوه في البحر، دول تبعك ملكك. تمام. وعموديه راسيه اللي هو المجال الجوي او الفضاء الجوي بتاعنا. تمام كده. طيب تعالوا نشوف اسئله كتاب المدرسه. بيقول لي دلل على صحه العباره التاليه: الدولة ليست مجرد أرض بل هي كيان متكامل تمارس فيه الدولة سلطتها وتحمي مصالحها. طبعا طبعا. الإجابة: قيام الدولة يتطلب اجتماع 4 أركان زي قلنا زي الترابيزة، هي الأرض والشعب والسلطة ذات السيادة. فالأرض وحدها إقليم جغرافي، بينما تقوم السلطة الحاكمة بإدارة هذا الإقليم ليه؟ لتنظيم شؤون الشعب وحماية المصالح الوطنية. طيب بيقول لي اشرح على ما تدل العبارات التالية في ضوء دراستك لمفهوم الدولة وأركانها. لا يسمح لأي طائرة بدخول المجال الجوي المصري من دون تصريح رسمي من الدولة. طبعا طبعا، لأن في هنا مجال جوي خاضع لينا تبع لينا، احنا ملكنا، محدش يقدر يتعدى علينا. تمام. هنشوف الإجابة اهي. تدل على العبارة دي بتدل على ايه؟ غير مسموح لأي طائرة بدخول المجال الجوي المصري إلا بإذن رسمي. ده بيدل على ايه؟ بيدل على سيادة الدولة على مجالها الجوي، الدولة صاحبة السيادة على المجال الجوي وحقها القانوني في حمايته، محدش يقدر يعدي إلا بإذننا. طيب رقم 2: الدولة مسؤولة عن حماية قناة السويس ومراقبة السفن العابرة للتأكد من سلامة الملاحة. ده بيدل على ايه؟ بيدل على برضه سيادة الدولة على مياهها الإقليمية. تمام. وممارسة السلطة الحاكمة لدورها في تأمين المرافق. طبعا قناة السويس دي من ضمن مرافق الدولة. تمام. طيب مواقف تطبيقية وأسئلة امتحانية. بيقول لي أول موقف: أعلنت إحدى الشركات العالمية اكتشاف حقل غاز طبيعي على بعد 8 أميال بحرية من ساحل مدينة الإسكندرية بناء على مفهوم المياه الإقليمية. ما الإجراء القانوني المستحق للدولة المصرية؟ الإجابة: الحقل ده يقع كاملا تحت السيادة المصرية، لأنه 12 8 ميل واحنا عندنا المفروض 12، يبقى ده ضمن النطاق بتاعنا، لأنه يقع ضمن نطاق 12 ميل بحري. تمام. ويحق للدولة استغلاله وحمايته دون الحاجة لإذن أو مشاركة خارجية، بقى بتاعنا خلاص. طيب أقصر الحدود البرية المصرية ترسيما وأكثرها أهمية وحساسية من الناحية الأمنية، أكيد طبعا يا أولاد الحد الشمالي الشرقي اللي هو اللي احنا ركزنا عليه، قلنا الحد الشرقي مع فلسطين نظرا لوجود ايه؟ لوجود الكيان الصهيوني، فده الحد ده أكثر الحدود حساسية وأهمية. طيب الإجابة الصحيحة طبعا الشمال الشرقية، القطاع البري الممتد مع فلسطين والمحرر باتفاقية 1906، بس احنا اتكلمنا عنه لأنه الحد الايه؟ الحد الشرقي. طيب تحليل علاقات. يعبر التحكم المصري في مرور الطائرات الأجنبية عبر أجواءها عن ممارسة الدولة الإيه؟ أكيد طبعا السيادة الرأسية، لأن الطائرات دي معناها المجال الجوي، المجال الجوي قلنا اسمه سيادة عمودية أو رأسية، يبقى السيادة الرأسية على حيزها الإيه؟ الجغرافي اللي هو بنسميه المجال الإيه؟ المجال الجوي. يبقى الإجابة رقم إيه؟ رقم ب. تمام؟ طيب كده بقى وصلنا لنهاية الجزء ده. نكمل ان شاء الله بعد كده بقى الركنين التانيين السلطة والسيادة في فيديو تاني، بس يا ريت تدعمونا علشان نستمر. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.